أفضل لاعب في إفريقيا وأفضل لاعب في كأس العالم للشباب بالبلها اليوم، وتألق مع الفريق ديالو واتفورد وسجل أول هدف ديالو مع فريق واتفورد بعد ما كان اللاعب يدخل في دقائق قليلة، وكان لا يدخل بالأساس مع الفريق الأول، كان يلعب مع الفريق الثاني. لكن اليوم بعد كأس العالم لاعب أصبح يلعب بشكل رسمي في المباراة الثالثة على التوالي مع فريق واتفورد ويقدم مستوى خرافي. شارك في المباراة الأولى وقدم مستوى جيد جدا، وشارك في المباراة الثانية ونال أحسن تنقيط وأفضل لاعب في المباراة، واليوم يعود ويشارك بشكل رسمي مع فريق واتفورد ويسجل ويقدم مستوى متميز، وخرج في الدقيقة 83 تحت تصفيقات من جماهير واتفورد. نعم، هذا اللاعب الذي قال عليه وليد الركراكي أنا ما نقدرش نعيط لاعب واحد مازال صغير وأنه ما كيلعبش رسمي في الفريق ديال واتفورد، لذلك ما نقدرش نعيط على واحد تألق في كأس العالم ولكن ما كيلعبش رسمي مع الفريق ديالو. دابا راه ما عندك حتى مبررات، ما عندك حتى حجة سي وليد الركراكي انك ما تعيطش لهذا اللاعب اللي كيلعب رسمي وكيقدم مستوى خرافي، مستوى ممتاز، تمريرات، فتوحات، مراوغات، قوه بدنيه رهيبه، الضغط على الخصم. اللاعب يفعل كل ما يحمله بكره القدم، وفين في الدوري الانجليزي نعم سيدي، الشامبيونز ليغ الدوري الانجليزي القسم الثاني نعم سيدي. يعني لاعب خرافي، لاعب ممتاز، وخاصه ان القائمه لكاس افريقيا قائمه موسعه تضم 28 لاعب، يعني ما عندك فين تهرب، ضروري خصك تعيط لهاد اللعابه هادو. انا بالنسبه لي 3 اللعابه فراه خصك تنادي عليهم، هذا معمة وكذلك الزبيري الى جانب بعوف 3 لعابه من المنتخب الاولمبي، فهؤلاء خصهم يكونوا مع المنتخب الوطني المغربي في قائمه كاس افريقيا. بما ان القائمه موسعه 28 لاعب، فهاد 3 خصك تكافئهم يجوا للمنتخب. الزبيري ماركا البارح، واليوم معما كيماركي، باعوف كيقدم مستوى متميز مع الفريق ديالو في الدوري الهولندي. لذلك هاد 3 هادو راه خصنا يكونوا في كاس افريقيا، ماشي بالعاطفه، لا، بداك الشيء اللي كيقدموه كيستحقوا، يخول لهم انهم يكونوا مع المنتخب الوطني المغربي في كاس افريقيا. واعطونا الراي ديالكم في التعليقات، واش معما الزبيري وبعوف يستحقون التواجد مع المنتخب الوطني المغربي في كاس افريقيا ام لا؟ سلام عليكم.